بالنسبة لفراس شوات شوف كان في النجم الساحلي. ومن بعد عنده الناس الكل تعرف بوند تسريحي بقيمة 200 ألف دولار. البوند هذاك خلى النادي الافريقي تفاعلوا ويجي اللاعب في الفترة التنقلات الصيفية رغم الضجة اللي صارت الناس الكل تتفكرها بين مع بعض مسؤولين والشريك متاعي مجد المصراتي، وقت اللي أنا في تقديري هم المسؤولين بيدهم وقت الضيقة المالية في النجم الساحلي كانوا يفضلوا اللي فراس يمشي ويتحول لهم المبلغ هذا، لكن بيتاتر فكروا انه يمشي لبرا من تونس اكثر من النادي الافريقي. الفريق يبقى في البطوله التونسيه، وفراس جاء برقم محترم جدا، وقع بعقد محترم في قيمه اللاعب، في قيمه المهاجم رقم واحد في تونس اليوم، والدليل هو هداف البطوله ومازال ينجم يقدم اكثر للنادي الافريقي. ما نجمش ندخل فيك معك في تفاصيل وارقام اكثر خاطر هذه من خصوصيات اللاعب، تعرف وسريه عقد اللاعب ما بين الوكيل واللاعب. الفتره ذيك وقع عقد في النادي الافريقي، والعقد قعد عند شريكي اللي هو مجد المصراتي 24 48 ساعه، قعدت بعض التفاصيل. في الفتره ذيك في اليومين هذوك جاء عرض اخر من فريق في الخليج، لكن احنا كنا على قد كلمتنا مع المسؤولين في النادي الافريقي واتفقنا مع اللاعب رغم اللي كان فما المبلغ اكبر شوي. مش اول مره تصير مع النادي الافريقي ولا مع بعض النوادي.